السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة حلوة خفيفة وتنفع لأكلات الدايت. يعني انت لو عاملة دايت أو متبعة نظام غذائي هتقدري تاكليها. مش بس كده، لا ده احنا هنوكل البيت كله معانا من نفس الأكلة. يعني مش هتحتاجي تعملي لنفسك أكل معين وتعملي للبيت أو لولادك أو لجوزك أكل تاني. هنعمل أكل للبيت كله وبطريقة صحية وخفيفة. معانا أوراق هنخليها كده طبعا من العظم أو من الدهون زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، ونبتدي نشيل الدهون الزيادة. أيوة كده بالطريقة دي كده، وهنقطعها لمكعبات كده زي ما انتوا شايفين، تقطيعة الشيش طاووق. بس احنا هنعملها بقى بطريقتنا، ولو زهقنا من الحاجات المشوية او المسلوقة فالوجبة ديك حلوة وهتخليكي تكملي الدايت بتاعك وانتي مبسوطة. معنا هنا بقى بصل، معنا حبايتين 3 طماطم صغيرين، معنا فلفل اخضر الوان زي ما تحبي وزي ما انتي عايزة. هنقطع البصل بتاعنا كده، والبصل طبعا زي ما انتي عايزة بصل اصفر بصل احمر زي ما انتي عايزة. كمية الخضار انتي اللي بتحدديها. بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين بنقطع البصل بتاعنا تقطيعة كبيرة كده، وهقول لكم احنا هنعمل ايه. ايوه كده، هناخد البصل بتاعنا كده كله ونجهز حاجتنا ونحضرها ونركنه على جنب، وهنقطع الفلفل برضو بنفس الطريقة، ونحاول نقطع الخضار بتاعنا بطريقة كبيرة او تقطيعة كبيرة ما تكونش صغيرة. ايوه كده بالشكل ده. طبعا مدخلين الوان كتير من الفلفل، والفلفل حاجة جميلة وحاجة صحية وبيدي طعم حلو. وهنا الطماطم، حبات الطماطم ما كانتش كبيرة، يعني تقدري لو حباية من الطماطم واحدة كبيرة كفاية، اما لو صغيرين بالشكل ده. معانا 5-6 فصوص توم هنقطعهم بالشكل ده كده ومش هنهرسها. يلا بقى صينية كده او طاسة سخنة، هننزل بمعلقة زبدة صغيرة مش كبيرة، والزبدة البلدي او السمنة البلدي حاجة صحية ومش مضرة في الدايت، وعليها معلقة زيت عشان ما تتحرقش. وتقدري تحطي زيت زيتون لو انت حابة تحطي زيت زيتون في الاكل. لو انت ولادك بيتضايقوا من ريحة الزيت الزيتون فاعملي زي ما انا عملت كده، معلقة صغيرة زبدة على معلقة زيت نباتي وما يكونش له ريحة. هنشوح فيها الاوراق بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليها بمعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. قلبي بقى كده معاكي وتتشوح، وتكون النار عالية علشان ما تنزلش اي سوائل معانا وتاخد لون بالطريقة دي. ايوه كده، هننزل بالثوم بتاعنا ونشوحه معانا كده هو والبصل، ونديها تقليبة حلوة كده على رشة من الكزبرة الناشفة ونقلب كده. طبعا الاكل ده احنا مش بنسبكه ولا اي حاجة، اكل سريع سريع على طول. هننزل بالملح بتاعنا، وطبعا كمية الملح انت اللي بتحدديها على جنب كده. وهننزل بالطماطم بتاعتنا هنديها تشويح. دي خلطة الشيش طاووق، انا هاخد منها معلقتين صغيرين كده عليها على الفراخ بتاعتنا، بتديها ريحة حلوة وطعم حلو، وطبعا مش هتأثر معانا في الدايت بتاعنا. يلا بقى بالفلفل الالوان هننزل بيه، وفلفل اخضر وحار وتشكيلة متنوعة من الفلفل بتاعنا. هنا معلقة من دبس الرمان هننزل بيها في الاخر خالص، وما تنسوش رشة الكمون. بس اكلتنا خلصت مع السلطة الخضراء، ودي بالنسبة لي وجبة كافية جدا ان انا اكلها ومبسوطة. ولو معايا اطفال طبعا وحد في البيت تاني اكيد هعمل رز جنبها، رز ابيض رز اصفر رز بشعرية زي ما انت عايزة وزي ما انت حابة. تقدري تنوعي في الاكل بتاعك، عمر الدايت ما كان حرمان. لا، هي دي كانت اكلتي النهاردة ووصفتي. السلام عليكم.